الفيلم بيبدأ في فرنسا وقت ما كانت الحرب العالمية التانية في أوجها. بعد معركة عنيفة الجيش النازي بيقدر يقتحم منطقة في باريس. بعدها جندي ألماني بيحذر المدنيين إن أي حد يخبي المتمردين هيكون مصيره صعب جدا، لكن الجنرال بيوقف حملة التفتيش وبيؤمر رجالته إنهم يتراجعوا علشان العدو قريب منهم. وعلى الرغم إن الكولونيل كان مصر إنهم لازم يعلموا الفرنسيين درس، وقبل ما يضغط الزناد بتطلع ست من وسط الناس وبتطمن الجنرال إنهم ما يعرفوش حاجة عن المقاومة. الكلام ده بيشعل نقاش ما بين الجنرال والكولونيل، لكنه ما بيطولش لأن فجأة العدو بيباغتهم. بس يمكن أكون استعجلت لما قلت العدو، لأن في الحقيقة هو راجل واحد، جندي أمريكي بيقاتل لوحده كأنه جيش كامل وهو بيهرب. الكولونيل بيسلم عليه وهو بيقول له اسمه رايدر، وده بيوضح إن دي مش أول مرة يتقابلوا فيها وجها لوجه ومعاهم قنابل. رايدر بيتجه لمعسكر النازيين، لكن فجأة رصاصة بتصيبه وبيوقعوه. ما كنتش متوقع ده، وبيبان إن كل اللي حصل ده كان حلم طويل شوية. ومع كده رايدر مش عارف المكان اللي صحى فيه، وهو بيدور حوالين المكان بيلاقي شنطة جواها حاجات غريبة شوية، محفظة من غير أي أوراق، مسدس عليه نقوش خاصة، ومفاتيح عربية كلها علامات استفهام. بعد كده بيروح لريسبشن الموتيل والموظف بيقول له إنه سجل دخوله باسم رايدر، نفس الاسم اللي الكولونيل ناداه بيه في الحلم. ومن هنا رايدر الجديد بيلاقي نفسه واقف عند أطراف المدينة ومعاه موتوسيكل جامد جدا. بيكتشف بسرعة مبتاعه، بس في ماضي هو مش فاكره خالص، وبيبدأ يتجول في مدينة هو نفسه مش عارفها. وفي نفس المدينة دي موجود مقر مجموعة اسمها سانبورن، واللي بيترأسها رجل أعمال عجوز اسمه سانبورن، وبيكون دايما معاه مساعده جاك. المثير للاهتمام ان الاتنين دول ظهروا في حلم رايدر. سانبورن كان هو الجنرال، وجاك كان هو الجندي الألماني اللي بيستجوب المدنيين. وبنتكلم عن الحلم بيظهر لهم شخص اسمه سوتش، واللي احنا شفناه قبل كده كالكولونيل الشرير سوتش، وبيقدم نفسه كمهندس معماري مشهور، وبيتكلم مع سانبورن عن مشروع ضخم هيغير شكل المدينة بالكامل. المشروع ده كان حلم حياة سانبورن، لكنه مؤخرا بدأ يشك فيه لأنه هيضر سكان المناطق الفقيرة بشكل كبير. بس سوتش بياخد على عاتقه إنه يطرد الشكوك من دماغ سانبورن، وبيقول له إن هو لو عايز يسيب بصمته في التاريخ فلازم يضحي بشوية حاجات على الطريق، ولازم يعرف إن المجد ما بيجيش من غير تمن. وفي اللحظة دي رايدر بيعدي الشارع وفجأة بتجيله ذكرى بتخبط في دماغه، بنت صغيرة بتتخطف على إيد عصابة. وبعد ما بيرجع لوعيه بيدخل مطعم يفطر فيه، وهناك بيقابل واحدة ويترس اسمها مورجان، شكلها مألوف جدا، هي نفس الست الفرنسية اللي شافها في الحلم. مورجان شغالة في مطعم جدتها شال، ست طيبة جدا وبتعامل رايدر بلطف. كان يوم عادي لحد ما جاك ورجالته بيدخلوا علشان ياخدوا الإيجار اللي تابع لسانبورن. رايدر بيراقبهم وبيركز جدا على جاك اللي في الآخر بيفضل يمشي من غير ما يعمل مشاكل زيادة. الجو بقى سخن، ورايدر بيسأل شال لو سمعت عن بنت اتخطفت قريب في المدينة، بس شكلها ما عندهاش فكرة عن حاجة، وبيسيب المكان من غير حتى ما يودع، وبيركب الموتوسيكل بتاعه ودماغه بترجعه للماضي من تاني. بس المرة دي مش للحرب العالمية، لا دي روما القديمة. دلوقتي سانبورن بيظهر في الذكرى على شكل سيناتور روماني، واللي بتأثير من سوتش بيؤمر بإعدام مورجان وبنتها. بس لحسن الحظ بيظهر مصارع بيحاول يدافع عنهم، والمصارع ده مش حد غير رايدر نفسه. وفجأة رايدر بيرجع للحاضر تاني بسبب جاك ورجالته اللي بيوقفوه وبيسألوه انت مين؟ الغريبة ان رايدر كان ناوي يسألهم نفس السؤال، بس قبل ما حد يرد خناقة كبيرة بتقوم، وبيظهر المحقق تايمونز علشان يفرقهم. ورغم ان تايمونز مش واثق في رايدر، إلا إن شيل ومورجان بيقفوا في صف وبيقولوا إنه مش خطر، وبيقرروا يضيفوه في بيتهم. وهناك بتوريه مورجان المكان اللي هيعيش فيه. مورجان بتحكي له إن جاك بيشتغل عند سانبورن اللي ظهر مؤخرا في مجلة بيبول تحت اسم رجل الرؤية. بس من وجهة نظر مورجان الرؤية دي مش أكتر من طمع، وبيحاول يحقق أرباح ضخمة على حساب الناس الغلابة، وبيفرض عليهم يدفعوا مقابل كل حاجة في حياتهم. ولما رايدر بيشوف وش سانبورن الذكريات الخيالية بترجع له تاني، وبيبدأ يتساءل هو الراجل ده مين بالظبط. وهو في طريقه المقر مجموعة سانبورن ذكرياته بتاخده تاني لروما القديمة، وبيلاقي نفسه في ساحة المعركة بيواجه مجموعة مصارعين علشان يحمي مورجان وبنتها. وشجاعته بتخلي الناس تطالب السيناتور يعفو عنهم، وفعلا السيناتور بيستجيب. بس سوتش بيقنعه يبعت أفضل محاربيه علشان العرض يستمر. وساعتها رايدر بيبدأ نزال عنيف ضد جاك ورجالته. وفي الحاضر رايدر بيراقب سوتش وهو خارج من المبنى،
وبيلاحظ إنه كمان بيظهر دايما في أحلامه الغريبة. ولما بيرجع للمطعم بيعرف إن مورجان في الأساس وكيلة نيابة، لكن بسبب قلة الفلوس مش قادرة تمارس شغلها. وفي لحظة مورجان بتسيب الكلام وبتخرج علشان ترد على رسالة من روجر هاموند، وده أكبر مستشار قانوني في المدينة، وبيخلي رايدر يسأل شيل هو الراجل ده مين، وبتعرفه إنه جزء من الفريق القانوني اللي مورجان فيه، واللي هدفه يوقف طموحات سانبورن في إنه يغير شكل المدينة. وأول ما شيل بترجع لشغلها رايدر بيلاقي إعلان في الجورنان عن بنت مفقودة في منطقة مش بعيدة، وفي نفس الوقت بيظهر إنهم بيخططوا يضغطوا على هو راجل نزيه ما ينفعش يهددوه ولا يبتزوه، فيقرروا يكسروا قلبه. ازاي؟ بانهم ياخدوا اعز حاجه عليه في الدنيا، بنته. وفي الليل رايدر بيستلم مكالمه غير متوقعه من سوتش، واللي بيقول له انه عارف انه بيشوف احلام غريبه. من غير اي تفسير بيقول له انه عندهم لعبه لازم يلعبوها. وفجاه رايدر بيلاقي نفسه في انجلترا في القرن ال15 جوه حانه قديمه. اللورد الاقطاعي سانبورن ومعاه مستشاره سوتش بيطلبوا ضرايب من مورجان الفقيره اللي حرفيا دفعت كل اللي عندها. وفي وسط النقاش ست غريبة وعجوزة بتظهر قدام سانبورن وبتقول له انه لسه قدامه فرصة انه يعمل الصح. سانبورن بيقف محتار بين كلام الست وكلام مستشاره سوتش ومش عارف ياخد قرار. وفي الحاضر رايدر بيروح لمكتب المحقق تايمونز وبيوريه اعلان البنت المفقودة، لكن تايمونز بيقول له ان القضية اتحلت، البنت كانت عند صاحبتها ونسيت تبلغ امها. بعدها رايدر بيشوف لوحة اعلانات مليانة بصور ومقالات عن سانبورن. تايمونز بيحذره ان الكلام عن سانبورن في المدينة خطر، علشان كده هو بيحقق في الموضوع سرا ومش عايز مساعدة من حد. وفي نفس الليلة وهو شغال في بار المطعم سوتش بيقعد معاه وبيقدم نفسه كمتحدث تحفيزي، لكن رايدر فجأة بيشوفه في صور مختلفة، الكولونيل النازي، صديق السناتور الروماني، ومستشار اللورد الإقطاعي، الثعبان اللي دايما بيقنع سانبورن يعمل الحاجة الغلط. وبعد ما يرمي القنبلة دي سوتش بيمشي وكأن ما حصلش حاجة. رايدر بياخد كارت المهندس ويمسكه، وساعتها بيرجع تاني لذاكرة انجلترا وبيلاقي نفسه بيواجه جاك ورجالته مرة تانية علشان يحمي مورجان، بس كل مرة القتال بيكون أعنف. اللي بيرجعه للواقع هو صوت شيل اللي بتقوله إنه كان سرحان لفترة طويلة. تاني يوم جاك بيتواصل مع رايدر بأوامر من سوتش وبيعرض عليه وظيفة في مجموعة سانبورن. ولما سانبورن بيعرف إن سوتش بيتصرف من غير إذنه بيتعصب جدا وبيواجهه، بس سوتش بيرد عليه بكل برود ويطلب منه يشوف الأخبار واللي فيها هاموند بيتعهد إنه هيحمي المدينة من أطماع سانبورن. الغضب بياكل سانبورن فبيفش غله في نموذج المشروع بتاعه وبيدي أوامر صريحة للناس بتوعه اعملوا أي حاجة لازمة علشان المشروع يمشي. في الوقت ده رايدر بيقابل جاك بخصوص الوظيفة اللي اتكلم عنها، لكنه بيكتشف إنها في الحقيقة مجرد خطة علشان يعترضوا عربية هاموند. ورغم كده رايدر بيمشي مع الخطة، وفي طريقه للبيت بيرجع تاني لمشهد الحرب العالمية التانية اللي شفناه في أول الفيلم. الجنرال بيدي أوامر لانسحاب قواته، لكن الكولونيل سوتش بيتهمه بالجبن. الجنرال وهو متعصب بيفقد أعصابه وبيقصف بيت لعيلة بريئة، وبعدها بيبدأ يندم على اللي عمله. رايدر بيتوه ما بين الواقع والخيال وبيقابل سوتش اللي بيوضح له إن أوقات الشر لازم ينتصر علشان الخير يقدر يكمل، وبيطلب منه يسيب كل حاجة تمشي زي ما هي وما يقاومش اللي بيحصل. وبنفس الغموض اللي ظهر بيه سوتش بيختفي فجأة كأنه ما كانش موجود. ولما رايدر بيرجع للمطعم بيلاقي مورجان مستنياه بدل شيل اللي بتغطي الشيفت البوكر نايت بتاع جدتها. بس للأسف اللحظة الحلوة بتتقطع لما بيوصل المحقق تايمونز وبيقوله إنه دقق في سجلات رايدر لكنه ملقاش أي حاجة. يعني ببساطة رايدر بالنسبة لهم شبح، وتايمونز مش بيحب الأشباح. رايدر بيغير الموضوع وبيرجع يتكلم مع مورجان، وفي لحظة هدوء بينهم هي بتلاحظ الجروح اللي في جسمه، ذكريات من حياته السابقة، ومهما كانت مبسوطة معاه هي مش قادرة تبطل تفكر في ماضيه المجهول. تاني يوم شيل بتوريه حاجة عمرها ما شافها قبل كده على كارت سوتش. لما تقلب اسمه بالعكس بيطلع معناه بالإنجليزي كيوس، يعني الفوضى. وفي نفس الوقت سانبورن بيوصل مكتبه وبيلاقي جواب شكله قديم قوي مكتوب فيه جملة واحدة: عمره ما فات الأوان علشان تعمل الصح. نفس الجملة اللي الست العجوز في أحلامه قالتها له، واللي بنكتشف إنها كانت شيل نفسها. الكلمات دي بتفضل بتطن في دماغه، وساعتها سانبورن بيبدأ يفوق وبيفهم إنه على وشك يرتكب غلطة كارثية. على طول بيؤمر جاك يلغي الخطة، بس مفيش حد بيسمع كلامه لأن من البداية الكل كان بيسمع كلام الفوضى. وفي الوقت ده الطفلة آني بتخلص يومها في المدرسة وبتمشي وسط حراسة من رجال أبوها، لكن في الطريق بيتعرضوا لهجوم من عربيات بتطاردهم لحد ما يوصلوا لمكان مهجور، وهناك سوتش ورجالته ومعاهم رايدر مستنينهم. سانبورن بيظهر فجأة بيحاول يوقف اللي بيحصل، بس زي ما دايما بيحصل
القدر بينتصر. جاك بيفتح النار على سانبورن وحراسه وبيبدأ تبادل إطلاق نار. رايدر بيتدخل وبيضرب جاك بالنار، وده بيسمح له الآني إنها تهرب. على فراش موته جاك بيفتكر إنهم خاضوا المعركة دي قبل كده، من روما القديمة للحرب العالمية. القدر دايما بيجمعهم في معركة، وفي الآخر مفيش غير رايدر هو اللي بيكسب. رايدر بيواجه سوتش بعد كده واللي خلصت رصاصاته، لكن لسه معاه ورقة أخيرة يلعب بيها. اللي بيحصل بعدها بيخلي رايدر يكتشف إنه مصاب وحالته مش تمام، وساعتها بيظهر المحقق تايمونز ومعاه شال ومورجان. ولما رايدر بيشوف مورجان، الذكريات القديمة بترجع له، كل مرة دافع فيها عنها، كل مرة انتهت بموته، والمرة دي مش هتكون استثناء. في لحظات احتضاره رايدر بيشوف لورد الفوضى بيودعه، لكن القدر بيديله فرصة جديدة، وبنفتكر إنه نجا، لكنه فجأة بيشوف نفسه في جنازته. بالنسبة للعالم هو رسميا شبح، بس قبل ما يرجع يكمل حربه الأبدية ضد الفوضى بيبص للمرة الأخيرة على مورجان وهي بتلف ناحيته وتبتسم.